تغيير شامل وكامل في موبايل السامسونج الجديد اللي معانا، وهو السامسونج جالاكسي اس 25 الترا. دايما احنا بنشوف موبايلات سامسونج الجالاكسي اللي هي الفلاج شيب بتاعه سامسونج، دايما بنعرفها كده من الديزاين بتاعها. ده موبايل من جالاكسي. احنا عرفنا ان هو الموبايل بتاعه بسبب الحواف بتاعته الحاده، الشكل المربع بتاعه، شكل الكاميرات المنفرده كل واحده على حده لوحدهم كده على جنب الموبايل، وظهر الموبايل اللي باللون بتاعه الرائع والمميز، وطبعا التصميم بتاعه والاي اي والتغيير بتاع التصوير والتعديل والحاجات دي كلها طبعا احنا عارفينها. ولكن المره دي اول حاجه متغيره في موبايلات سامسونج وهو التصميم بتاعها. التصميم المره دي مختلف تماما عن كل تصميمات الجالاكسي القديمه، لان المره دي الموبايل جاي لك بالشكل الكيرفي، في كورنرات مشطوفه، خلينا نسميها مشطوفه في كل جوانب الموبايل وفي ظهر الموبايل وفي شاشه الموبايل ذات نفسها. وطبعا ده بينتج معاك ان الموبايل هتبقى الماسكه بتاعته مميزه. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ بتكونوا بخير؟ معاكم عمر هنا في فيديو جديد، واهلا بكم في حلقه جديده ومثيره وقويه جدا، لان النهارده معانا موبايل من اقوى الموبايلات، او ممكن نقول ان هو اقوى موبايل موجود في العالم حاليا، وهو الجالاكسي اس 25 الترا الجديد بالتصميم بتاعه والنيو لوك بتاعه الجديد. اولا عشان تبقى فاهم، موبايلات السامسونج او الجالاكسي عامه اللي نزلت الجديده اللي هي ال 25، هو نزل منها 3 اصدارات او 3 موبايلات من الصغير للكبير، الاس 25 والاس 25 بلس والاس 25 الترا. ويعتبر التغيير اللي فعلا يعتبر حقيقي هو في الاس 25 الترا، يعتبر هو ده الفرق اللي فعلا فارق قوي عن الاس 24 الترا. لكن الاس 25 وال 25 بلس الفرق بس ما بينهم هما الاثنين عن ال 24 التصميم، يعتبر ما فيش فرق قوي او جذري يعتبر يخليك ان انت تروح تعمل ابجريد. واول حاجه يعتبر طبعا التصميم ده اول حاجه مختلفه، الكورنرات والحواف. طبعا الظهر هنا عندك من الزجاج، الفريم بتاعه كمان من التيتانيوم. الموبايل هنا كمان بيقاوم للميه والغبار بمعيار الاي بي 68، مش موجود بال 69 للاسف، هو 68 بس. ودي بالنسبه لي عيب غتت شويه، لان انت موبايل يعتبر غالي جدا، لان طبعا في موبايلات تانية ارخص منه بتيجي بالاي بي 68 و69. ممكن تيجي تقول لي هو ده رقم واحد مش هتفرق، لا يفرق كتير، لان ده هتبقى حاجه كويسه لانك انت ماسك موبايل غالي وموبايل قوي جدا، فطبعا ده هيبقى احسن بكتير. كمان الموبايل هنا الحواف بتاعته اقل بنسبه 15% عن الاس 24 الترا القديم. طبعا ده برده هنا بيوريك ان الموبايل الشاشه بتاعته هتبقى قويه جدا، ويعتبر واخده الحافه كلها او واخده الوجه الامامي كله. الموبايل هنا كمان هو الحجم بتاعه 6.8 انش، ده الحجم القديم، دلوقتي هو بقى حجمه 6.9 انش. ممكن تاخد بالك منها وممكن ما تاخدش، لان الفرق ما بين الموبايلين ان الاس 24 الترا كان الحجم بتاعه كان اعرض، ولكن الاس 25 الترا الحجم ال 6.9 بوصه بقى على حساب الطول بتاع الموبايل مش كعرض الموبايل، فطبعا ده برده هيفرق معاك كتير. وطبعا انت كان في الاول في عرض الموبايل في الاس 24 الترا، لما كان الموبايل بيبقى معاك الحجم بتاعه كعرض شويه، كان بيبقى بتعاني من مسكه الموبايل شويه بسبب ان هو مربع اكتر من ان هو يكون منحني من كل الجوانب. لكن المره دي الموضوع اختلف تماما، الموبايل هنا اصلا السمك بتاعه تخين زي الموبايلات العصريه اللي انت لما تيجي تحطه على المكتب مثلا او حاجه تلاقيه ان هو وقف زي ما هو. الحاجه الثانيه ان انت كمان هتلاقي الموبايل هنا المسكه بتاعته جميله جدا، لان الكيرفات الموجوده في كل حته شكلها لذيذ ومسكتها حلوه بدون جراب. لو انت هتمسك الموبايل بدون جراب فطبعا هو ممتاز، والصراحه هو مش محتاج اي جراب اللي انت تغطي فيه حلاوه الموبايل وتصميم الموبايل والوان الموبايل الجميله. الموبايل هنا بيجي لك بالتيتانيوم السماوي وحاجه اسمها الفضي الفاتح او التيتانيوم الفضي والتيتانيوم الرمادي وتيتانيوم اسود، وكل حاجه تيتانيوم في تيتانيوم اصلا. الموبايل هنا كمان هو اخف 15 جرام عن الاس 24 الترا. الاس 24 الترا كان بيجي ب 232 جرام، هنا بيجي لك ب 217 جرام بس، وطبعا ده رقم كويس برضه. تعال بقى نتكلم عن الشاشه بتاعه الموبايل، وطبعا مش محتاج اتكلم لك عن الشاشه الجميله بتاعه الموبايل هنا اللي يعتبر اقل حواف وكمان اطول شويه عن الاس 24 الترا. كمان هي جودتها ممتازه، طبعا هي بيجي لك اموليد 2 اكس دايناميك 6.9 انش 120 هرتز 3120 بكسل في 1440 بكثافه بكسلات 505 بكسل لكل بوصه 1200 نيتس. برضو بيجي لك بطبقه حمايه الكورنينج جوريلا ارمور 2. شاشه ممتازه جدا بكل المقاييس من كل حاجه، زوايا الرؤيه حلوه، الوان جميله، ساتوريشن جميل، كل حاجه فيها ممتازه. افضل شاشه في العالم شاشه سامسونج بلا منازع، مش محتاج اتكلم عليها. النقطه بس بالنسبه لي الوحيده اللي في الموبايل ان انت عندك نسبه السطوع الفعليه هي 2600 نيتس. طبعا الموبايلات الارخص منه بتيجي ب 4000 و3000 زي موبايلات شاومي زي موبايلات اونر والحاجات دي كلها بتجي لك ب 3000 ولا 4000 وفيما فوق كمان. ولكن طبعا ده اللي يعتبر السطوع الفعلي. في سطوع بقى اللي هو بيبقى قدام الشمس بيزود لك السطوع بتاعه والحاجات دي كلها طبعا اكيد موجود، ولكن ان السطوع الفعلي 2600 نيتس مش افضل حاجه، في المفروض انه يكون افضل من كده، على الاقل 3000 كنت هقول لك ماشي. الموبايل هنا كمان بيجي لك بثلاث اصدارات، من اول ال 256 جيجا لل 512 لغايه ال 1 تيرا بايت، وكلهم بيجي لك ب
12 جيجا رام بدون ميموري كارد خارجي. طبعا هنا بقى تعالى نتكلم عن معالج الموبايل. ممكن انت تكون عارف الموبايل اصلا وعرفت ان موبايل اس 25 الترا نزل بسبب الماركتنج اللي حصل الممتاز جدا للموبايل. طبعا احنا عرفنا حوار الاي اي، وان انت ازاي لما تيجي تحط ايدك كده مثلا على وشك وتصور بالموبايل يشيل لك ايدك ويحدد عليها ويشيلها لك خالص، ويحط لك تفاصيل وشك اللي ناقصه اللي تحت الايد اصلا تحط لك هي بالظبط بالملي. الحاجات طبعا كلها شفناها. طبعا الكلام ده كله لازم يكون فيه معالج قوي وجبار عشان يقدر يعالج الحاجات دي بمنتهى البساطه. وفعلا المعالج اللي موجود في الموبايل هنا هو اقوى معالج موجود في العالم حاليا، وهو السناب دراجون ال8 اليت مع 3 نانومتر مع المعالج الرسومي الادرينو 830. فطبعا انت بيديك تجربه اداء ممتازه مع اندرويد 15 مع الوان يو اي 7، بتاخد فول اوبشن في كل حاجه. وطبعا انت عندك هنا 12 جيجا رام عشان هي تقدر تستحمل معاك الاوبشنز بتاعه اندرويد 15 وطبعا الوان يو اي 7. احنا بنتكلم على موبايل فلاج شيب يا جماعه، فاكيد طبعا انت هتاخد كل المميزات وكل حاجه بدون اي تضحيات خالص. الموبايل ده هيقدر يعمل معاك اي حاجه انت نفسك فيها حرفيا. تلعب على 120 فريم موجود، تصوير 4K و8K، الكلام ده كله موجود. اللي انت عايز تعمله هتعرف تعمله بمنتهى السهوله في الموبايل. وبالنسبه للكاميرات هنا فانت عندك 4 كاميرات في الظهر. اول واحده 200 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 1.7 وبتدعم المثبت البصري الاو اي اس. الكاميرا الثانيه هي 10 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.4 وبتوصل لزوم لغايه 3x زوم. الكاميرا الثالثه والرابعه 50 ميجا بكسل هما الاثنين، واحده اف 3.4 والثانيه اف 1.9. واحده بتعرف تعمل زوم لغايه 5x وكمان فيها مثبت بصري الاو اي اس، والثانيه بتوصل لغايه اوبتيكال ميت اكس زوم. والكاميرا الاخيره دي بتدعم الالترا وايد. تصوير الموبايل هنا بيوصل لغايه ال 8K 30 فريم او 4K لغايه ال 120 فريم. وطبعا مش محتاج اقول لك على التصوير ممتاز. اي وضعيه تصوير او اي ظروف اضاءه صعبه او سهله الموبايل ده هيديك تجربه الوان وتصوير ممتازه، بكسلات، اداء، مفيش نويز في اي حته فيها ضلمه. الحاجات دي كلها هتبقى ممتازه جدا معاك بدون ادنى شك. طبعا كمان غير الاي اي اللي احنا لسه اتكلمنا عليه من شويه اللي هو يقدر يعدل لك في التصوير، والحاجات دي كلها ممتازه. وطبعا الموبايل يعتبر مش الاي اي بس هو اللي مميز في التصوير، انت عندك الاي اي في حاجات كتير جدا موجوده في الموبايل، ولكن هو حلاوته في حوار التصوير. فطبعا هو ممتاز جدا 100 100 هنا التصوير. الكاميرات بتاعت الموبايل طبعا عندك هنا مايك اضافي عازل للضوضاء، وعندك هنا ستيريو سبيكر، وعندك كمان هنا جيروسكوب والبوصله وغيره من الحاجات الجميله. تعالى بقى نتكلم عن البطاريه. بطاريه الموبايل هنا هي 5000 ملي امبير بسرعه شاحن 45 واط وشحن عكسي 15 واط وشحن عكسي 4.5 واط. وبالنسبه لي عامه الباكج بتاع البطاريه عامه من اول البطاريه لغايه سرعه الشحن هي مش حلوه بتاتا، لان في اسعار اقل منه وبيجي لك ب 6000 ملي امبير وب 80 و90 واط كمان وفي 120 كمان. فطبعا سرعه الشحن بالنسبه لسعره طبعا وحشه جدا جدا جدا. 45 واط دي الوحيد اللي بيعمل سرعه شحن قليل هي سامسونج. حتى كمان في الموبايلات الفئه المتوسطه بتاعتها الصغيره بتعمل موبايلات سرعه شواحن قليله جدا 25 واط وحاجات كده. فطبعا سرعه الشحن هنا مش حلوه بتاتا. وبرده كالعاده طبعا الموبايل ما بيجي فيه اصلا الجراب ولا الحاجات دي كلها ولا راس الشاحن، فطبعا انت بتجيب الموبايل لوحده. عيوب الموبايل هم المفروض 6، ولكن بالنسبه لي هم 3 الحقيقيين اللي فعلا عيوب. طبعا انت في ميموري كارد مش موجود، ده عادي جدا. الموبايل بيجي لك ب 256 جيجا رام في الاول. هنا عندك كمان 3.5 مللي مش موجود. عندك هنا كمان الشاحن والجراب ما بيجوش في العلبه، ده اكيد. ولكن العيب الفعلي بالنسبه لي هم 3 حاجات: سرعه الشاحن والبطاريه ومعيار الموبايل. المفروض كان يبقى اي بي 68 و69، هو اي بي 68 بس. طبعا الموبايل فيه الان اف سي والحاجات دي كلها طبعا احنا قلناها، ده اكيد طبعا. ولكن الموبايل بالنسبه لي حتى لو كان 6 عيوب او 3 عيوب ده افضل موبايل موجود في العالم حاليا فعلا بلا منازع. سعر الموبايل بقى اخر حاجه معانا، سعر النسخه 256 جيجا 12 جيجا رام 65000 جنيه بالدولار 1300 دولار، وسعر النسخه ال 512 12 جيجا رام بيجي لك ب 82000 جنيه. طبعا موبايل غالي جدا ولكن سعره يعني ده الرسمي، هو ده الحلاوه ان الموبايل ده سعره الرسمي. فلما يجي ينزل السوق بقى العالمي هتلاقي ان السعر الرسمي ده رخص شويه حلوين. فانا اتمنى ان هو يرخص وينزل السوق المصري في اقرب وقت. يا رب يكون بيعجبكم، ما تنسونيش باللايك والسبسكرايب. معاكم عمر هاني، استنوني فيديوهات تانيه كتير، وفي امان الله ورمضان كريم علينا وعليكم.